السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم مشاهدة المصرية. النهاردة كده بنص كيلو لحمة مفرومة، عملنا منها صينيتين على قد ايدك مشي بيتك. اول حاجة دورت البطاطس، واللي طلع من البطاطس كده حطيتهم في مية هي والبطاطس عشان ما يتزرقش منها، ما احضر لهم الحاجة. قطعت كده بصل وفلفل في الكب شوية كتار كده، وادي طبق اللحمة المفرومة هعمل عليهم الصينيتين. حطيت لهم فلفل الوان، وده مية المكرونة بالشكل ده على قد ايدك مشي بيتك اهي. حطيت اللحمة المفرومة زي اي واحدة ما بتعمل طريقة اللحمة المفرومة بتاعتها، التسبيكة بتاعت البشاميل والحاجات دي. تطلع الطماطم بالشكل ده، كل حاجة عاملاها كتير كده عشان خاطر الطماطم. الصلصة دي انا برضو هعوزها. حطيت شوية بابريكا وشوية بهارات وشوية فلفل اسود وشوية كزبرة اهي، والملح بالطريقة دي عشان تبقى طعم اللحمة حلوة. واللي طلعوا من البطاطس هم حطيتهم في الصينية اللي انا هحطها في الفرن. شوية الصلصة ده اللي انا هاخدهم في طبق اهو، زي ما بوريك خطوة بخطوة للبنات كده اللي عايزة تمشي بيتها وحياتها اهي. تدي طعم للبطاطس اللي هي طالعة دي، تاكليها بالعيش حلوة كده اهي. ترش لها شوية ملح تاني، بس انت هتحط لها شوية مرقة او شوربة عشان تستوي البطاطس اللي انت هتغرزيها، اللي انت هتحشيها لحمة مفرومة، والبطاطس دي تستوي برضو. وده مية المكرونة غليت، هنحط المكرونة. ايدك في كل حاجة كده. ابتدي قبل المغرب بشوية كده، يعني بساعتين 3 كده، اعملي حاجتك براحتك، ما تستعجليش، تطلع الحاجة مظبوطة معاكي بالشكل ده. خلصنا اللحمة المفرومة، وبشوح كده البطاطس في الزيت قبل ما احشيها. لازم تشوحيها شوية في الزيت. يعني انا الصينيتين هعملهم مع بعض بالشكل ده. الفرش بتاع البوتاجاز ده لما بعلي البوتاجاز بيتحرق معاي، ادي عيبه. الا كده شجعوني بكومنت حلو، شجعوني بكومنت حلو كده، واي طريقة اي حاجة عايزينها مني اكتبوها لي في الكومنت وانا هعملها لكم، مش هتأخر معاكم بإذن الله. ودي طريقة البشاميل اللي بعملها. بحط زيت على سمن كده، و5 معالق دقيق، بحط اللبن. اول ما تغلي كده الدقيق ويستوي معاي شوية لما احط اللبن. انا حطيت اللبن اهو. احط الملح والفلفل. كل سنة وانتم طيبين يا رب. كل واحدة كده عندها افكار وعندها حاجة تعملها، ادينا بنفكر بعضينا. ادي اهو غرست البطاطس بالشكل ده جوا وسط في الصينية، وبحشيها اللحمة المفرومة.
بعد كده هحط لها البشاميل والجبنة، تبقى حلوة صينية بصراحة جميلة. جربوها على طريقتي دي هتعجبكم خالص. بيقولوا لي اكلك كتير يا ام حسن، يا ام شهد، يا ام شهد، ما انا معي حسن وشهد برضو. اكلك كتير يا ام شهد. يعني انا لو بحاجه بسيطه بعمل صنفين وحاجتين والعيال بيحبوها وبياكلوا منها، على كد ايدي بمشي، والكاميرا بتبين حاجات كتير، والحمد لله ان هي حاجه كتير برضو. ربنا يزيدنا من نعيم الله، ربنا يزيد ويزيد الجميع يا رب، وسع للعباد كلها يا رب، يرزق كل مشتاق في الأيام المفترجة دي، كل نفسه في حاجة ربنا يرضيه بيها. اهي حطيت البشاميل، وانا عشان فاضي في رمضان طبعا بصور لكم براحتي وكده، ولكن معيشة السكسوكية انا جوزي بيطلع بكسكسي، اللي هم بتوع البحر يعرفوا كسكسي. معيشة الكسكسي كده بنعملها، فبتلاهيني بصراحة عن التصوير، هي اللي بتلاهيني تخليني مش فاضية، ومعايا مكة الصغيرة برضو، فالحمد لله يعني. وانا كل ما باجي اصور حاجة برضو لما ببقى فاضية بصورها لكم، مش بستخسر فيكم. مش هحرق المفاجأة السنة دي، رمضان ان شاء الله هعمل لكم خبيز شكل جديد وحاجات جديدة، ولا بوتيفور ولا الحاجات اللي كنت بعملها لكم قبل كده. هعمل لكم حاجات جديدة ان شاء الله بإذن الله. ربنا يا رب يوسع العباد كلها يا رب، يوسع. هذه الصينية كده خلصت، حطيت لها جبنة برضو في البطاطس ومن تحت، في البطاطس اللي في الصينية. هذه الصينية التانية البشاميل، بحط لها شوية بشاميل كده في الأرضية، بعد كده بحط المكرونة، بعد كده اللحمة مفرومة، بحط الصف التاني المكرونة، زي أي طريقة أي حد بيعمل بشاميل. بس أنا بحط لها شوية بشاميل برضو في الحلة كده مع المكرونة اهو. الصينية مكايش مقضية انها صغيرة. المكرونة عايزة تعمليها في صينية اوسع براحتك انت برضو، وانا على قد ما بقدر اهو بمشي المكرونة منها كده يمين شمال، مفيش حاجة بتترمي، كل حاجة بتتحط. هوريكم شكلها في الاخر اهي. حطيت المكرونات كلها، هي كانت مليانة بس عادي، وحطيت لهم البشاميل بالشكل ده. ادي الصينيتين اهم، جربيهم على طريقتي ده واعمليها في يوم كده اهو. ادي طلعوا من الفرن اهو، بصراحة طعمهم جميل. جربوها على الطريقة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.